السلام عليكم، ازيكم بنويت؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد من ياتي ستور ان شاء الله. النهارده هشرح لكم كتالوج ماي واي شهر سبتمبر، منتج منتج عشان تعرفوا ايه هي المنتجات. شرط اساسي من نجاحك في ماي واي اصلا ان انت تبقي عارفه ايه هي المنتجات اللي انت بتتكلمي على الشركه، عشان خاطر تعرفي تكلمي الشخص اللي قدامك عن الشركه وعن منتجاتها. ما ينفعش تبقي انت مجرد عارفه ان شركه ماي واي مميزاتها بلا 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 بلا، وانت اصلا لو اتسالتي اي سؤال عن المنتجات انت مش عارفه ايه اللي موجود فيها اصلا. فالفيديو ده من اهم اسباب نجاح وشطاره الواحده في شغل ماي واي، ان هي تبقى اصلا عارفه ايه المنتجات اللي في الشركه. طيب بسم الله. اول حاجه الف مبروك، احنا في اخر شهر اللي هو الشهر الثالث من الهديه بتاعه التصاط. انا اتكلمت عن الهديه بتاعه التصاط دي في الفيديو بتاع شرح الهدايا. اللي ما شافوش يلا روحوا شوفوا بسرعه عشان تعرفوا هدايا شهر سبتمبر عباره عن ايه كلها. نزل لنا بقى بعد نجاح اصلا الدويتو، القهوه بتاعه الدويتو اللي كانت بالكريمر دي. الشهر اللي فات نزل منها طعم جديد وبقت بالبندق. الكريمر دي بتبقى عباره عن 12 كيس. 12 كيس بتفضي الكيس في الكوبايه وتحطي السكر على حسب رغبتك، وتحطي يا اما ميه سخنه يا اما لبن سخن. هو اصلا فيه كريمر فهو عادي قشطه، يعني ممكن تعملي بميه. نازل اللي بالبندق ب 23 جنيه قبل الخصم، العادي ب 29 جنيه 75 قرش. تمام. واحنا كلنا بنحب المجموعات. فنازل مجموعة برفانة رومانس مع اللوشن بتاعها، نازلين الاتنين مع بعض ب 47 جنيه ونص. ونازل كمان حمام كريم بتاع ماي اوليف. بس يا جدعان بقى، حمام كريم بتاع ماي اوليف اللي هو بزيت الزيتون، كان نازل قبل كده الزيت بتاعه والشامبو. نزل اخيرا حمام الكريم. حمام الكريم نازل ب 23 جنيه، وهو عبارة عن 500 جرام، يعني علبة كبيرة مش صغيرة. نازل بقى تقسيمة حلوة جدا جدا جدا، اللي هي أقل من كذا، ماشي، أقل من 51 جنيه 75 قرش. نازل شامبو كيلو ونص ب51 جنيه 75 قرش قبل الخصم. واحد بالسمسم وواحد بحبة البركة. والتقسيمة الخطيرة اللي كلنا لازم نستخدمها في التسويق، ايه فقط اقل من كذا. دي لازم ننزلها كلنا على جروباتنا في التسويق، لان دي هتلفت النظر وهتبقى حلوة وجاهزة وشكلها جميل كمان. يعني بصوا، اي حاجة اقل من 5 جنيه 75 قرش هتلاقوها على ايديكم اليمين، واي حاجة اقل من 6 جنيه 75 قرش هتلاقوها على ايديكم الشمال، وطبعا ده كمان قبل الخصم. فطبعا طيب ايه اللي عندنا هنا على ايدينا اليمين اقل من 5 جنيه؟ عندنا الجيلي اللي هو بالشوكولاتة والبندق. لا، ده الكاستر اللي بالشوكولاته والبندق. عندنا جيلي البرتقان وجيلي، اهو استنى اقربها لكم شويه، جيلي البرتقان وجيلي الليمون بالنعناع. وعندنا كمان الكاستر بالشوكولاته وصوص الكراميل. الحاجات دي كلها اقل من 5 جنيه. كمان عندنا من التوابل، عندنا خلطة البفتيك والبانيه والكزبرة المطحونة وخلطة الكفتة. فعلى فكرة ده كمون مش كزبرة. تمام. وعندنا بعد كده اللي اقل من 6 جنيه 75 قرش هيبقى عندنا بلح الشام والمشمشية بتاع الرمضانيات. استنوا فيديو ريفيو عن بلح الشام هينزل بعد الفيديو دوت، استنوا هعمله لكم ان شاء الله ونجربه مع بعض. انا لسه ما جربتوش على فكرة، فمش عارفة حلو ولا لا. بعدين عندنا شوربة الفطر والكريمة تحفة جدا. وخلطة السمك والشاورما السوري. الشاورما السوري دي اصلا محدش بيعمل اوردر غير لما تكون موجودة فيها، لان كلنا بنعمل بانيه وفراخ. طيب، عندنا بعد كده الأقل من 7 جنيه 75 قرش عندنا المشاريب السخنة، زي شاي الكركم وشاي الشمر وشاي الهضم والقولون وشاي العرق سوس. شاي الهضم والقولون ده حلو جدا على فكرة، فعلا حلو قوي للمعدة. وعندنا بالنسبة للخلطات اللي أقل من المبلغ دوت، خلطة المشاوي والمحشي والحواوشي. بتاعة الحواوشي فظيعة يا جدعان. بعدين عندنا اللي اقل بقى من 8 جنيه ونص، هنغلى شويه، هتكون صوص الجبنه. عايزين نبقى نشتري مره صوص الجبنه ده ونجربه مع بعض. وعندنا بودره الثوم خطيره هي وبودره البصل. وعندنا خلطة الدجاج بالكزبرة والثوم حلوة جدا عشان تجددي شوية في الفراخ بدل ما كل شوية مسلوق مسلوق.
بعدين عندنا الايس كريم الفانيليا والشوكولاته، انا عملت لكم الاتنين دول قبل كده، بيتعملوا بكوبايه ميه واحده او كوبايه لبن واحده، وخطيره، بتبقى موجوده في الفريزر والولاد بيفضلوا رايحين جايين عليها. طيب الاقل بقى من ال9 جنيه، عندنا الكريم شانتيه اللي بالفراوله وام علي مكسرات. انا عملت لكم الكريم شانتيه قبل كده بس كان الساده، وكان سهل جدا وكان طعمه حلو وكان قوامه جميل جدا. ام علي بالمكسرات ان شاء الله مره هنشتريها ونعملها، بس انا جربتها قبل كده وحلوه جدا. بعدين عندنا خلطة البرجر ودقة الزعتر، اللي ما جربش دقة الزعتر لازم يجربها لانها بالسمسم، ولما بتحطي عليها شوية زيت زيتون يا الله. ولو مش بتحبي زيت الزيتون حطي شوية زيت عادي وحطيها في عيش فينو، خطيرة خطيرة خطيرة. ولا شوية جبنة بالزعتر دي حلوة جدا. بدل الجبنة بالطماطم نغير شوية نعملها جبنة بالزعتر وتحطي عليها شوية من الزعتر ده، تحفة. طيب عندنا بعد كده اللي اقل من ال10 جنيه ونص، عندنا المشاريب الساقعة زي شوب الاناناس، شوب الخوخ، شوب البينا كولادا. انا معرفش بس هي مرسوم عليها ان هو اناناس وجوز الهند، بس انا ما جربتوش الصراحة. وعندنا شوب الجوافة. طيب اللي انا جربته كان شوب الاناناس وشوب الجوافة، الاتنين دول حلوين جدا على فكرة، دول كلهم ربع كيلو عاملين 10 جنيه ونص. تمام. بعدين عندنا البابريكا المطحونة، لسه هنجيبها برضو، انا لسه ما جربتهاش بس لازم اشتريها الشهر ده ان شاء الله. عندنا صلصة الهالوبينو، دي صلصة طماطم بس مشطشطة، تقدري تستخدميها للمكرونة، تقدري تستخدميها على البيتزا، تقدري تستخدميها على سندوتشات البرجر او اي حاجة تانية، طبعا افتكاسات تانية. عندنا الكريب الحادق ده برضو هنجربه مرة. العجينة البيتزا انا عملتها لكم في رمضان اللي فات في فيديو، عملت لكم 3 صواني بيتزا، وكنت مجربه لكم فيها الصلصة الايطالي كمان. اللي ما شافش الفيديو ده لازم يشوف عجينة البيتزا بتطلع عاملة ازاي. بعدين عندنا اللي اقل من 11 جنيه ونص، عندنا الكريم كراميل، وعندنا الكريم شانتيه، و بسبوسة بالقشطة والسحلب. وعندنا كمان خلطة الدجاج الحار والجبنة سبريت بالبسطرمة. خلطة الدجاج الحار اللي هو 350 جرام. تمام. بعدين بقى اللي اقل من 15 جنيه، عندنا مشروب الكاكاو بالبندق دوت ب15 جنيه، عبارة عن كام كيس؟ اعتقد 12 كيس، كان عبارة عن 12 كيس. تمام. وبعدين عندنا مهلبية الشوكولاتة اللي انا عملت لكم بيها التورته اللي فاتت بتاعت الفيديو اللي فات دوت، وعملت لكم بيها كمان حلويات بالبسكوت على البارد، وكانت سهلة وسريعة، وكانت صينية كيكة حلوة جدا من غير اي فرن ولا اي حاجة خالص. ومهلبية الفراولة دي عايزين بقى مرة نجربها، نغير بقى ما بين الشوكولاتة نشوف بقى الفراولة عاملة ايه. بعدين عندنا الأقل من 5 جنيه 75 قرش بقى للحاجات التجميلية. عندنا كريم سلك اللي هو لتلطيف البشرة الحساسة بعد إزالة الشعر، يعني بعد ما بتشيلي شعرك تحطي الكريم دوت عشان يلطف من تهيج الجلد. بعدين عندنا بلسم كيدي للشفايف بالكريز، على فكرة أنا أعرف واحدة بتستخدمه كتنت لشفايفها وخدودها، بس الصراحة أنا ما جربتوش قبل كده، بس بيطلع عليها حلو على فكرة. بعدين عندنا اللي اقل من 6 جنيه 75 قرش، عندنا ابن سينا كريم للرجلين لتشققات الرجلين، بس التشققات بقى الشديده قوي اللي هي خلاص رجلك وصلت بقى لمرحله صعبه وعايزه بقى ترجعيها ناعمه تاني، استخدمي الكريم دوت. وعندنا كمان كريم بتاع ترطيب الايد والبشره، انا وريته لكم قبل كده، ده بيرطب ترطيب عالي 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 عالي، يعني انت لو بشرتك دهنيه او ايدك دهنيه لا ما تجيبيهوش، مش هينفع معاكي لانه بيرطب بذمة قوي يعني. بعدين عندنا كريم تفتيح الهالات السوداء اللي تحت العين اللي بالليمون، الصراحة انا ما جربتوش فمش عارفة. بعدين عندنا ايه تاني؟ عندنا اللي اقل من ال7 جنيه 75 قرش، عندنا زبدة الكركار ده للشعر، يعني ماسك للشعر، بيبقى انا سمعت ان هو حلو بس جربته بنفسي، لا والله ما جربتوش، لكن كل اللي خده وجربه بيشكر فيه جدا، لكن انا عن نفسي لسه ما جربتوش، بس ده في خطتي برضو ان شاء الله. وعندنا كريم مرطب للجلد ومهدئ للحروق، يعني اتلسعتي من الفرن، اتلسعتي من حاجة من الشمس لما وانتي في مصيف بتحطيه على طول بيهدي قبل ما جلدك يتحرق. بعدين عندنا بقى شوية حاجات حلوة كده. عندنا ايه؟ عندنا دي بودرة سهر الليالي، اللي في النص دي بودرة سهر الليالي. وعندنا كريم البشرة النهار بتاعة النهار،
وعندنا كريم مرطب للكوع والايد، وعندنا واحد بالورد، واحد منه بريحة الورد، وعندنا الكريم مزيل العرق اللي هو بالورد والزبادي والعسل، دول مزيلات للعرق بس كريم. طيب ايه تاني؟ عندنا اللي ب8 جنيه ونص، اقل من 8 جنيه ونص. بصوا بقى، عندنا كريم سيلك تاتش دوت اللي هو اللي بيشيل الشعر بس للبشرة الحساسة. وعندنا كريم للوش والايد بس صن بلوك، عامل حماية 50، يعني عامل حماية شديد وانت خارجة في الشمس يعني، وعايزة تحمي ايدك ووشك من اشعة الشمس عشان ما تسمريش، استخدمي الكريم دوت. وعندنا كريم النهار اللي بيغذي، اللي بالعسل واللبن، كريم ترطيب يعني. طيب اللي ب8 جنيه ونص عندنا اللي هو كريم التفتيح بتاع الوش اللي بالليمون، وعندنا جل السنان اللي عشان لما ولادك وهما بيغسلوا اسنانهم ما ينفعش يستخدموا معجون السنان بتاعنا لانهم بيبلعوه، فبالتالي لازم تجيب لهم معجون سنان خاص بالاطفال، فدوت اللي هيبقى خاص بيهم. وكمان عندنا السبراي اللي بتبخيه في بقك فيدي ريحة حلوة للبق، بس ما تبلعهوش، طلعيه من بقك. بعدين عندنا اللي اقل بقى من 10 جنيه ونص، في حاجات كتيرة بقى. بصوا، عندنا كريم بزبدة الكاكاو ده بيفتح، وعندنا مخمرية العروسة للتعطير والتنعيم، دي المخمرية. وعندنا كريم البيبي للبشرة المعرضة لحب الشباب. وكمان عندنا فروتي غسول لجميع انواع البشرة. تمام. الحاجات دي الصراحة ولا واحدة لسه جربتهم، فاللي جربهم برضو يقول لنا رأيه في الحاجات تحت ايه. عندنا كمان كولونية الأطفال، دي ريحتها هادية وجميلة، ما بتعملش يعني، ما تخافيش على صدر أولادك منها لأن ريحتها هادية وحلوة. وعندنا شامبو كيدي للحشرات والحاجات اللي بتطلع يعني اللي في الشعر للأطفال وهم صغيرين. بعدين عندنا اللي أقل من 12 جنيه 75 قرش، كريم التصفيف اللي بخلاصة الثوم والنخاع، وده مشهور جدا في ماي واي. كمان عندنا زيت الشعر اللي موجود بخلاصة الثوم والنخاع، والأنبول بتاع كرياكور اللي بالكيراتين ده بتحطيه على شعرك، بيكون أنبول مليان زيوت وحاجات مغذية للشعر. وكمان عندنا زيت الشعر بخلاصة زيت الخروع. طيب ايه اللي اقل من 19 جنيه 75 قرش؟ التقسيمه دي عجباني جدا، يا رب يفضلوا عليها لانها حلوه فعلا. عندنا ماسك جرو فاست للشعر اللي هو بينمو ببطء. وعندنا كمان كريم ده للتصفيف بقى تسرحي بيه شعرك اللي هو كرياكور بالكرياتين. وكمان البديل الزيت كرياكور بالكرياتين والزيت الارجان، انا بحب زيت الارجان جدا جدا جدا. طيب نيجي شويه بقى للمنظفات حبيبه قلبنا كلنا، اللي ب9 جنيه وربع عندنا باور الدهون الصغير اللي من غير بخاخ اللي هو الغيار يعني. وعندنا كمان ملمع الأحذية الرياضية، ده خرافة خرافة خرافة، لازم تجيبوه في العرض ده، حتى هما كاتبين عليه حتى نفاذ الكمية لأنه بيتشفط. كمان عندنا السوبر كلينتول اللي هو السبراي المطهر والمعقم للتواليت، ده بتحطيه في الشنطه بتاعتك وانت خارجه بره وحبيتي تخشي الحمام انت او ولادك، بخي على القعده، بخي على الحنفيه قبل ما تستخدميها، بخي على المقبض بتاع الحمام، يعقم لك الدنيا كده قبل ما تخشي تستغليها، بعيدا عن كورونا والحاجات دي. هو ده بيعقم اصلا عشان ما يحصلش اي امراض جلديه معديه والحاجات دي لما بنبقى في المطاعم او خارجين بنتفسح احنا وعيالنا. بعدين عندنا اللي اقل من 12 جنيه الخطير جدا اللي هو كلين منظف الخضروات والفواكه، ده الحجم الكبير منه اللي هو الحجم الاقتصادي اللي هو نص كيلو. ده بتحطي شويه منه، بتجيبي مثلا الخضار او الفاكهه تنقعيه في ميه، تحطيها في البوله بتاعتك وتحطيها تنقعيها في ميه وتحطي شويه من دوت على الميه، هيرغي كانك حاطه صابون، لكن هو ما تقلقيش يعني مفيش صابون ولا حاجه، ولكن هو بيعقم لك الفاكهه والخضار من كل البلاوي اللي مرت بيها عشان توصل لك، واللي ما بتروحش بالغسيل اللي تحت الميه بس، يعني ده بيعقم لك الدنيا، خصوصا الفاكهه لان احنا بناكلها من غير ما تتعرض للنار، على الاقل الخضار يا ستي بنسويه وبنعرضه للنار، لكن بلاش عشان الفاكهه يعني، خلوا الفاكهه على الاقل اعملوها بالموضوع دوت. بعدين بتديها شطفه، بترمي الميه بقى المرغيه بالصابون دي، وتدي الخضار او الفاكهه شطفه كويسه كده، وخلاص بتاكليها بتبقى زي الفل. بعدين عندنا الملمع بتاع الستانلس، الاحواض، الحلل، البوتاجاز، الخلاطات، بيدي لمعه خطيره خطيره خطيره، لازم تجيبوه.
عندنا كمان الميني بنفسج اللي هو بريحة البنفسج ده للأرضيات، مطهر وملمع ومعقم الأرضيات. بعدين عندنا اللي ب17 جنيه 75 قرش دوت اللي هو السوبر كلينتول، الحجم اللي هو 660 مللي، الحجم الوسط. وكمان عندنا اللي هو الكلين المركز، منظف اللحوم الصحون، انا اسفه، بالليمون، حلو جدا جدا جدا، ما بينشفش الايد على فكره. وكمان عندنا الباور المنظف للتواليت، وانا عملت لكم فيديو فيه قبل كده كان بالبرتقال ونضفت لكم الحمام بتاعي بيه، اتفرجوا على الفيديو ده خطير جدا. تمام. بعدين عندنا اللهلوبة ورد، وكمان بالخوخ واللافندر. كلنا عارفين بقى فوائد اللهلوبة خلاص. المعطرات بقى اللي كلنا بنستغناش عنها، عندنا الأقل من 20 جنيه 75 قرش، اللي هما التلات روايح دول اللي نازل عليهم عرض، اللي بالخوخ وإشراقة ونسيم الجبال. طيب نسيم الجبال دي ريحة هادية جدا، ريلاكس كده خالص، مش ريحة فواحة ولا فقعة، لا مش فقعة، لا، بس هي ريحة بتدي ريلاكس كده. تمام. بعدين عندنا إشراقة، دي هتبقى ريحة ورد. وكمان عندنا انتعاش الخوخ. طيب عندنا بعد كده الأقل من ال29 جنيه، هيكون برفانة ايموشن اللي كلنا بنعشقها. هي برفانة صغيرة على فكرة، مش كبيرة، يعني هي 40 ملي بس، مش كبيرة، ولكن ريحتها جبارة، ريحتها مسائية درجة أولى، حلوة جدا، وريحة سبورتي أنا وريتها لكم قبل كده. هي صغيرة برضو 30 ملي، ريحتها ثابتة وحلوة، مش ثابتة 100%، يعني لسه ممكن تقعد لك 5-6 ساعات، هي رجالي على فكرة، ولكن ريحتها حلوة. الروايح بقى الحريمي اللي أقل من 35 جنيه 75 قرش، عندنا برفانة لاتيه، وعندنا برفانة حنين، وهمسات، وبينك، وجرين. لو بتقولي لي ارشح لكم ايه من البرفانات دي، جرين طبعا، اول واحده جرين، تاني واحده همسات، بعدين حنين، بعدين لاتيه، وبعدين بينك. بينك دي